زورنا في الزمن الحالي بإذن الله. وفي المقام الاول نحيي حضور معنا السفير الجمهوريه الليبيه حضور نعتبره دعم ومسانده واعتزاز. ايها الحضور الكريم، قبل ان نبدا ندوتنا في الفيديو هذه سنقف جميعا تحديدا بالنشيد الوطني للمملكه المغربيه. جامعة كفاءات المغاربة مقيمين المهجر بتنسيق مع المندوبية السامية لأعضاء المقاومة وأعضاء جيش التحرير. هي ندوة تأتي رسميا نحن احتفاء بالذكرى 24 لعيد العاشر المجيد. قبل أن ننطلق في هذه الندوة سنعطي كلمة للدكتور رضوان القادري رئيس جامعة كفاءات المغاربة الخارج لإلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الدكتور مصطفى الكتيري، معالي السفير الدكتور أبو بكر سفير دولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد جناح ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيدة لبنى الوزاني محامية عامة بمحكمة النقد نائبة الرئيس، السيدة عتيقة الهبال النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، الأستاذة بن جلون فتيقة الرئاسة، السيد عبد الإله الوزير الإدريسي رئيس مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض المحترم، السيدات المحترمات، السادة المحترمين، الحضور الكريم كل باسمي. يغمرني شعور بالفخر والاعتزاز أن أرحب بضيوفنا الأعزاء في مكان له رمزيته ودلالته العظيمة. ففي هذا الصرح الثقافي الحاضر للذاكرة التاريخية الوطنية يفوح أريج نضالات الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد من أجل الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، بقيادة بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والمنفى، موحد البلاد ومبدع المسيرة الخضراء جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراهما. ومن تباشير اليمن والخير
أن يلتزم هذا اللقاء الفكري، ونحن ننتشي بالبشرى التي حملها لنا بلاغ الديوان الملكي باعتبار دولة إسرائيل بالصحراء المغربية، باعتراف دولة إسرائيل بالصحراء المغربية وعزمها فتح قنصلية لها بمدينة الداخل. وهكذا تتوالى الانتصارات الدبلوماسية بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره. الحضور الكريم، تلتئم هذه الندوة الفكرية التي بادرت إلى تنظيمها جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والموسومة بكفاءات مغاربة العالم ودورها في التنمية والديمقراطية وترسيخ قيم الوطنية والمواطنة. إيمانا منا بضرورة ضخ دماء المقاومة في شرايين كفاءات مغاربة المهجر، وربط الماضي الحافل بأمجاد المقاومين من آبائنا وأجدادنا بالمستقبل الظاهر بكفاءات أبناء وطننا المقيمين في الخارج. إنه أبلغ درس يمكن أن نستخلصه من هذا اللقاء الفكري المزداد بمشاركة كل من الأطر الفكرية والثقافية والعلمية التي نتطلع بأن يكون حضورها ومشاركتها في هذا اللقاء مفتاحا حقيقيا لفتح باب المشاركة الحقة لكفاءات أبناء الجالية المغربية في المهجر وتنمية بلادها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ولم يعد خافيا على أحد القيمة المضافة التي يقدمها أبناء الجالية المغربية لوطنهم في كل المجالات الرياضية والمالية والثقافية والعلمية. وإنه من دواعي الفخر أن تحرز بلادنا التقدم في هذا المجال الذي ذكرت بمساهمة وبفضل عناصر من أبناء جالية الوطن المقيمة في الخارج قدمت وقدمت لبلادها خبراتها وحققت ولله الحمد نتائج مبهرة. ونستحضر في هذا المقام الضرر الغالية التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث قال جلالته حفظه الله: ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. والمغرب والحمد لله يمتلك جالية تقدر بحوالي 5 ملايين إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم. ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم. انتهى المقتطف من خطاب الملك السامي. الحضور الكريم، لا يسع الوقت لحصر تلك الإنجازات ولا لذكر أسماء أولئك الأبطال كل في مجاله، ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أخذ العبرة من التجارب الناجحة التي يشهدها الوطن ويقف خلفها أبناء الوطن القادمين من الخارج. ولكي لا أطيل، أهيب بالأساتذة الأفاضل المساهمين في هذه الندوة أن يغوصوا في مكونات الطاقات والكفاءات المغربية من أبناء جاليتنا في الخارج لاستخراج كنوزها
ويدعموننا بآراء ومواقف وتوصيات تساعد الجهات المسؤولة في الدولة على اتخاذ القرارات الصائبة في حق فئة من المغاربة طالما أحبت بلدها وتعلقت به وتريد أن تكون وقودا في محرك تنميته وتقدمه. حان الوقت ليستفيد المغرب بالشكل الصحيح والسليم والمنتج من كفاءات بناته وأبنائه المقيمين في المجر، ونحن نعي مسبقا حجم هذه المهمة الملقاة على عاتقنا هذه الندوة بسبب ما ستحمله محاورها الموزع بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو إنساني وطني. وكما ورد في الخطاب الملكي السامي، أما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكة والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. انتهى المقتطف من النطق الملكي السامي. وفي الختام أوجه الشكر لكل من شرفنا بالحضور، والشكر موصول للأساتذة المساهمين في هذا اللقاء في هذا الملتقى الفكري. ولن أنسى بالطبع الرجل الفاضل والوطني المخلص الدكتور مصطفى الكشيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي رحب بنا في هذا الفضاء التاريخي والمساندة القيمة. نتمنى لأشغال هذا الملتقى السداد والتوفيق، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على وحدتنا الطورية، وسواء كذلك على مستوى التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي من الفقر وغير ذلك. تأتي هذه الندوة كذلك في سياق دولي متآزم، فيه تطورات كبرى، فيه صراع حاد بين القوى العالمية. كل أطوار تطور المجتمع المغربي يحضر معنا، ونحن ضيوف لله الدكتور مصطفى الكشيري. بالنسبة لي رجل ساهم في كل مسار الحياة السياسية المغربية، هو رجل رجل في كل مفهوم التاريخ ابن خلدون، هو باطن وهو ظاهر، وسأعطيه الكلمة ليرحب ويتدخل في موضوع مغاربة العالم بين الدوسري. مشكورا. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الزوار القديري رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سيد سفير دولة ليبيا الشقيقة، سيدات والسادة ممثلو الهيئات القضائية، مجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وسيد رئيس مقاطعة البلاد الرياض، سيدات والسادة المنظرون والمنشطون لهذه الندوة الفكرية، سيدات والسادة المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير، سيدات والسادة أعضاء جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وسيدات والسادة من مغاربة العالم من مختلف الأجيال والأعمار. الحضور الكريم كل باسمه وصفته، سعيد وفخور بأن نتواجد جميعا هذا المحفل
مع أشقائنا مغاربة العالم وسفرائهم في الفضاء الوطني للمقاومة والتحرير والرباط، أحد فضاءات مؤسسة النهوض الإسلامية للتحرير، والذين يصل عددهم إلى 104 وحدة فضاء، والتي يفوح من جنباتها عرق الذاكرة التاريخية الوطنية ونسائم حقبة المقاومة والفداء والحركة الوطنية والتحريرية ببلادنا، وتشاء الأقدار ومن حسن الطابع وتباشير الخير واليمن والبركات أن يتزامن التئام هذه الندوة مع بلاغ الديوان الملكي الذي زف بشرى امبراطورية إسرائيل بمغرب الصحراء، وأن يتزامن كذلك مع حلول السنة الهجرية الجديدة. أهلها الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. في هذه المؤسسة إلى جانب تخليد الذكريات الوطنية والمحلية، ومن خلال مجموعة من آليات الاشتغال نسعى ونكد ونجتهد ونتابع من أجل أن يظل حبل الاتصال والتواصل قائما بين الأجيال وبين الفئات السوسيو-ثقافية، بين الماضي والحاضر والمستقبل، متطلعين لبناء مستقبل واعد ومغرب يعتز أهله بذكره ويفخرون بالانتماء إليه ويضربون المثل به عند كل مجلس ومجمع. ومن تلك الآليات أذكر اللقاءات التواصلية مع مغاربة العالم التي ساهمنا ونساهم فيها بنصيب في كل البلدان التي تمكنا من التواصل معها، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر إسبانيا وفرنسا. اليوم في إطار موضوع الندوة الفكرية التي تنظمها جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والتي اختير لها بعنوان كفاءات مغاربة العالم ودورها في التنمية والديمقراطية وتصحيح القيم الوطنية والمواطنة. ولأبسط أمامكم موضوعا حارقا ويستأثر باهتمامنا جميعا، إنه موضوع مغاربة العالم في علاقتهم بمنظومة القيم الوطنية والمواطنية والهوية التي أنتجها الوطن وبناها الإسلاف والأجداد والآباء. هو موضوع لا كثير ما يشد الأنظار إليه، خاصة وأن مغاربة العالم يعيشون ببلدان الاستقبال في خضم أوضاع سياسية شديدة الحساسية بفعل صعود أحزاب اليمين المتطرف وانتشار كثيف للحركات القومية بين المزدوجتين الإقصائية والاستئصالية، كما أنهم محاطون بمجموعة قيم أخرى وافدة مع جاليات أخرى عربية آسيوية أمريكية وأفريقية. وبالتالي فإن الحديث عن القيم الوطنية مع مغاربة العالم يقتضي إعمال أدوات جديدة ومستحدثة، يتطلب أولا وقبل كل شيء إتقان اللغات غير لغات الوطن، غير لغتين الوطن الذي أنتج تلك القيم، ويتطلب أيضا فهم ذلك المغربي المقيم في بلد الاستقبال وفهم التيارات الثقافية التي يلتحق منها،
والتجاذبات السياسية التي يعيش في كنفها، والنظام التربوي والتعليمي الذي يؤطره ويؤسس لمنطلقاته الفكرية ومرتكزاته العلمية وتوجهاته التحليلية. أكيد أن التحديات التي تواجه الاجتهاد في هذه المجموعة هي كثيرة وكبيرة، خاصة وأن الشريحة المستهدفة من المواطنين المغاربة هم أبناء المغرب، لكنهم أيضا أولاد بلدان الاستقلال، وخاصة منهم الأجيال الثانية والثالثة وربما الرابعة التي رأت النور هناك. وهنا أستحضر مقولة الشاعر جبران خليل جبران، وهو يصف أبناءنا الذين هم من صلبنا مثل الدول العربية كلها والإسلامية قائلا: أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس معكم يستمرون، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا مثل لكم، وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم، ولكن نفوسهم قد تقطن في مسكن آخر. أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم، فرامي السهام ينظر إلى الهدف المنصوب على طرف النهاية فيسعى بقدرته لكي تكون سهامه سريعة بعيدة المدى، لأن الرامي كما يحب السهم الذي يطير من قوسه يحب القوس الذي يثبت بين يديه. هذا قول شهير للشاعر والأديب جبران خليل جبران. فأنتم مغاربة العالم أقرب لهذا الوصف الجبراني من أي توصيف آخر. فأنتم السهم الرامي هو الوطن الذي طرتم من قوسه، وقوسه هو نحو الأجيال السابقة، طرتم بعيدا نحو أقاصي الأرض في البلاد البعيدة جغرافيا عن الوطن والمختلفة ثقافيا عن الجذور، لكن الوطن وهو يرمي بكم من سهمه تبقى عيناه مثبتتان على مساركم حتى تصلوا الهدف. وهدفه ليس فقط أن تكونوا من ضمن أحسن الكفاءات وأقواها وأفضلها، بل أيضا أن تكونوا سفراء له وتحملون مسؤولية الدفاع والترافع عنه في السر والعلن، تعملون على إشاعة منظومة القيم الوطنية والمواطنة الإيجابية والملتزمة والمسؤولة بجذوركم الخاصة بجذوركم، والتعريف بها بين المقيمين من أبنائكم ببلدان الاستقلال. فالوطن ليس بنزهة في عطلة الصيف ولا زيارة أقارب وأحباب حسب، ولا هو صور متناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الصور والذكريات لا تحتفظ بها الذاكرة إلا لوقت يسير. ذكريات جديدة وعلاقات إنسانية متجددة. هو ثقافة، الوطن علم، الوطن لغة من اللغات، الوطن جغرافيا، الوطن تاريخ، الوطن منظومة قيم تتلخص في البذل والعطاء والتضحية والفداء. هذا هو الوطن الذي لا تستطيع السنون والعقود أن
تمحو أثره من الذاكرة ولو بعد ظهر الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية، والتعريف بها واجب على كل مغربي أينما حل وسح، وهي في آخر حصن يحتمى به لمواجهة الغزو الثقافي والاستيلاء الفكري والترميط الثقافي. هو حصن لا هو من حجر ولا من فولاذ، حصن مشيد من معدن نفيس وصنعة نادرة ينقب عن موادها في ذاكرة الوطن، ويمسك صنعتها نساء ورجال تقاة بررة مخلصون، ويحركونها من نسيج الذاكرة التي غزلته الأيام وأعطته قوته ومتانته وصلابته. لن أتردد في القول بأنكم أنتم الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من آباء وأمهات سفراء لقيم وطنكم الأب في بلدان الاستقبال، وهذا يقتضي أن تكونوا عارفين ومطلعين على حيثيات وتفاصيل ذاكرة الوطن القديمة منها والحديثة، باعتبارها مشتل ومنبت للقيم الوطنية ومنبع الإحساس بالمواطنة. تلك الذاكرة التي هي تلك المحطات التاريخية المفصلية التي حددت مصير المغرب ومساره كما نعيشها اليوم، والتي يجب أن تحفظ عن ظهر قلب، ومن بعد ذلك يتم التدبر في معانيها ومغازيها وفي دروسها وعبرها وعظاتها، والاعتراف بالمعين قيمها وأخلاقها. ومن الجدير بالإشارة أن منظومة القيم الوطنية تلك كان تعريفها يتحدد خلال فتح بحث وطني من أجل الحرية والاستقلال، كان يتحدد التضحية في سبيل الدين والعرش والوطن، التضحية بالنفس والنفيس، لكن تعريفها اليوم كعياط، وأضحت تعرف بأنها ذاك السلوك الإيجابي تجاه الوطن، هي معرفة رموز الوطن وأبطاله وأبنائه، التعريف برايته بنشيده الوطني، بعاداته وتقاليده ولغته، بلباسه الشعبي وآثاره وأنماط عيشه، والاهتمام بقضاياه الوطنية والدفاع عنها في المحافل والمنتديات الدولية، ونصرة الوطن في كل ما يتصل بمقدساته وثوابته، بمصيره السياسي ومستقبله الاقتصادي ورفعته وسؤدده. هذا هو النصف الثاني من الطريق. تلك هي المواطنة الإيجابية التي خصص لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، خصص لها مساحة مهمة في صلب اهتماماته، وهو الذي عرف في إحدى خطبه السامية فلسفة المواطنة الإيجابية والمسؤولة بقوله عزه الله: إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن تتوفر، لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر الشكلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر، وإنما يجب أن تجسد في الغير عن الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه. كان هذا مقتطف من النطق الملك السامي. وفي سبيل الحفاظ على منظومة القيم الوطنية والمواطنة وعلى الهوية التاريخية في صفوف مغاربة العالم،
فإن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير انكبت على عدة أوراش عمل، لعل أولها هو ذاك المتعلق بالذاكرة المشتركة والمتقاسمة بين المغرب وبلدان الاستقلال، وهي قيم التضامن والإخاء والتعايش والتعاون، إذ بسوائل الآباء وربما الأجداد المغاربة نعم القرب بالأمن والأمان، وتحقق السلم وعم الرخاء الاقتصادي والبناء والعمران. هذه القيم التي ما أحوج الناشئة والأجيال المتعاقبة ببلدان الاستقبال لأن تنهل منها وتأخذ من أقداسها وتخطو على هديها ومنوالها، ما به تتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني والهوية الوطنية، وتظل قريبة من ذاكرة. من مسؤوليتكم أنتم كفاءات مغاربة العالم إشاعة قيمها ومعانيها النبيلة بين أبناء بلدان الاستقبال حتى يكونوا على اطلاع بمساهمات الآباء والأجداد في النهوض بأمم هذه الأصقاع والبلدان التي يتواجدون في البعض منها. فلتفخروا أنتم مغاربة العالم أنكم أتيتم من بلد هو المغرب، نموذج لقيم حوار الحضارات وتعايش الأديان وتمازج الأعراق. فلا فرق في المغرب بين مسلم ومسيحي ويهودي أو أبيض وأسود إلا باحترامه قانون البلاد ودستوره. بل المغرب لا يسأل أحد عن دينه، بل الجدية من عن الجدية والمصداقية والأمانة والنزاهة التي هي عنوان الإنسان المغربي. ولما قامت حرب أوروبا لم يكن الدين عائقا أمام المغاربة لنصرة الحق ونجدة الضعيف من البلدان الأوروبية بغض النظر عن دياناتها. فامتزجت دماء المسلمين والمسيحيين. ولما حاول ممثل حكومة فيشي الخاضعة يومها للنازيين، لما حاول ممثلها استرقاق اليهود المغاربة والذهاب بهم إلى معسكرات الاعتقال والنفي، وطلب من السلطان محمد الخامس أن يمكنه منهم أي من يهود المغرب، كان جواب السلطان مفحما بقوله: ليس عندي يهود فقط، لدي رعايا مغاربة. هذا هو مغرب التعدد والتنوع والتعايش والتراحم الذي نتطلع لأن تواصلوا حمل قيمه ودلالاته. كما باشرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاشتراك على ورش آخر، ورش عمل يتعلق بإنجاز 70 قصة قصيرة للأطفال مدعمة برسومات توضيحية حاملة للدرس التاريخي الوطني، متناولة لقضاياه ومحطاته وملاحمه، مشيعة لدروسه وعبره، موجهة للأطفال والناشئة، منها ما ترجم للغة الفرنسية، والسعي متواصل من أجل ترجمتها للغات حية أخرى تعميما للفائدة وتحقيقا لتواصل أفضل بين الأجيال. فأنتم كفاءات مغاربة العالم أفرادا وفاعلين ومناضلين في إطار منظمات المجتمع المدني، تطلعون بمسؤولية تمثيل قيم وطننا وحضارته وتاريخه أحسن تمثيل، وتقديم تاريخه أحسن تقديم. فعلى الرغم من التباينات الظاهرية الحاصلة بين مختلف الدول واتسام العالم بالتنوع، فإن قيم الذاكرة التاريخية الوطنية
عامل من بين عوامل أخرى تشد الأجيال الحالية من مغاربة العالم إلى أصول وطنهم، وتقوي فيهم روح الانتماء، وتعزز لديهم الارتباط بالجذور وبالقيم والمبادئ المثلى. يطيب لي في موجب هذه الكلمة أن أهنئكم جميعا بالتئام هذه الندوة الفكرية المباركة، شاكرا ممنونا للأستاذ رضوان الخضيري رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج دأبه وحرصه على تنظيمها وإنجاح فعالياتها ومخرجاتها، وهي كثيرة. تلك كانت ولا تزال سبيلنا خدمة للدين والعرش والوطن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.